بلاتي واش فراسكم فراسك بان اشرف حكيمي دابا حاليا اقرب واحد للبالون دور العالميه، البالون دور اللي دخل التاريخ ان شاء الله، هادشي اللي كنتمناو انه يكمل. تصور معايا الاصابه ديال عثمان ديمبيلي في دور المجموعات اللي ما لعبش فيها، وتالق اشرف حكيمي، وخاصه في المباراه الاخرى اللي دا فيها رجل المقابله، والاشاده الكبيره اللي تلقاها سواء من الاعلام، سواء من اللاعبين السابقين، سواء من المحللين، سواء من الرياضيين، سواء من المؤثرين، سواء من العالم كامل. هادشي كامل كيصب صالح اشرف حكيمي. اشرف حكيمي الدقائق، المباريات، الاداء الخرافي اللي كيقدموا في كل لقاء، هادشي كامل كيتكب لاشرف حكيمي. وحاليا اشرف حكيمي ان شاء الله غيكون رقم واحد في ترتيب البالون دور، حيت كيتفوق حاليا على يامال، على عثمان ديمبيلي، على كيليان مبابي، على رافينيا، على اللاعبيه كاملين اللي كاينين في السيري. كنتمناو بان الجنسيه الرياضيه ما تكونش عندها واحد التاثير كبير على اشرف حكيمي، حيت هذا السيد هذا كيستاهل، وهاد البالون دور اشرف حكيمي، واشرف حكيمي البالون دور، وهادشي اللي كنتمنى. باش نسالي هاد الفيديو هذا، بغيت كاع لي كومونتير اللي يكونوا في هاد الفيديو هذا هو اشرف حكيمي البالون دور. غريب امر هاد العرب هذا، وخاصه القاره الافريقيه. تصوروا معايا قنوات اسبانيه وفرنسيه طرحات اليوم النقاش على اشرف حكيمي والمكانه ديالو والترشيح ديالو الكبير اللي يقدر يدي به الكره الذهبيه، ولاو كيناقشوا اشرف حكيمي والقدرات ديالو تبارك الله البدنيه والماتشات اللي لعبها، وكان من اسباب بان باريس سان جيرمان تدي لاول مره دوري الابطال في حياتها كامله. وتصوروا معايا هاد القنوات الفرنسيه ولات كتضغط على الاعلام الاوروبي ككل باش اشرف حكيمي يكون ضمن الاوائل باش يدي الكره الذهبيه. واجي نشوفوا الافريقيين والعرب والمغرب وككل، الاعلام العربي والافريقي والمغربي ما كاينش واحد الضغط كبير على الاعلام ديال الاوروبي على ان اشرف حكيمي هو انسب واحد للكره الذهبيه العالميه. يعني ما كاينش واحد الضغط اعلامي، ما كاينش واحد الناس اللي تقدر انها دير بزاف ديال الانترفيويات، بزاف ديال الندوات، بزاف ديال الاخبار، بزاف ديال الفيديوهات، بزاف ديال الهاشتاغات باش يدعموا هذا الاخ هذا يدير الكره الذهبيه. راه الاعلام حاليا في هذا القرن ديال 21 راه هو من الاسباب الكبيره باش لاعب يا اما كيطلعوه يا اما كيهبطوه. ولا ما كانش الاعلام العربي والافريقي والمغربي مع هذا الولد هذا، راه الضغط ديال انه يستحق الكره الذهبيه واخا انه يستحقها راه عمرها ما تكون. وخاص العرب يحيدوا ديك الفكره بان راه مغربي ولا يديها، بالعكس الا دا اشرف حكيمي راه العرب كامل يداوها، والا دا اشرف حكيمي كذلك راه افريقيا كامله داها. والكره الذهبيه راه ما نخليوش السيطره ديال البرازيليين والاسبانيين والفرنسيين والانجلتريين هما اللي بقاو يديوها كل عام، راه خصنا واحد من داك القاره ديالنا يديها. اشرف حكيمي البالون دور وكلشي الهاشتاغ.